السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير. نعد عليكم بالخير والصحة والعافية، شهر رمضان المبارك. معكم الشيف سلمى الكرغلي مع زكريا هوم في برنامجكم أصول المطبخ الليبي القديم والمستحدث. وصفتنا اليوم إن شاء الله حتكون رز بالمكسرات وبشاورمة الدجاج. وديما الرز والأكلاتنا الليبية مصاحبة لها اللي هو صحن السلطة، ضروري جدا يكون على طاولتنا وعلى سفرتنا. وأيضا عندنا اللي هو التمر المعصد بالمكسرات، حنضيفه معها إضافات أخرى اللي هي البسيسة، طبعا مع إضافة كوب اللبن أو الحليب. حيكون بالنسبة للوصفة مع شربتنا الليبية حتكون متكاملة وأيضا مشبعة في نفس الوقت. تجي أسئلة من البنيات اللي مقبلات على الجواز، يقول لي يا شيف كيف نميزوا ما بين ستيل الأصلي والمقلد؟ نحن ستيل مرات ينحرق منا أو يلصق فيه الطعام. باش تميزي ما بين الأصلي والمقلد ترفعي أسفل الطنجرة، تلقي صنع في تركيا، وهذا ما تلقيش إلا عند زكريا هوم. حنبدأ في وصفتنا اللي هي الرز. حنحط طنجرتي على النار، خلي النار متاعي على وسط. حط الطنجرة. طنجرة من وصفات الطنجرة باش ما تلصقش مني أو يلصق مني الطعام، ضروري نخليها على النار تسخن شوية، وبعدين نحط الدهن متاعي اللي هو الزيت والسمن أو الزبدة، وبعدين نحط باقي المقادير. هذينا طبعا من اللي هنا وصفات نجاح اللي هو الطهو عندنا في ستيل متاع الكركماز بالنسبة للمبتدئات. هنا طنجرتنا سخنت شوية، حنحط الدهون. حنستخدم اليوم زيت الزيتون. أنا دائما استخدم زيت الزيتون لأنه صحي وأيضا له فوائد كثيرة. يعني نحاولوا نبعدوا عن الزيوت النباتية الأخرى لإساءة في الطعام، فنفضلوا زيت الزيتون أفضل، مش هيغير لك الطعمة ولا طبعا يضر لك الأكلة. هنحط حوالي تقريبا المقدار متاعي هذا يبي حوالي 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، لأن الرز متاعي بنديره من غير أي نوع من اللحوم، يعني ما فيش أي نوع من اللحوم، حيكون معتمد على البهارات المصححة. هنضيف ملعقة كبيرة من السمن الحيواني، نختار السمن الحيواني نوع جيد باش يعطيني النكهة وأيضا صحي في نفس الوقت. خلي السمن متاعي يدوب وبعدين حنضيف البهارات. دائما نستخدم الدهون الصحية اللي هي شكل زيت الزيتون، وأيضا سواء كان السمن حيواني أو الزبدة حيوانية حتكون أفضل بالنسبة لصحتنا. يعني مش هيغير في الطعم. في ناس حتقول لك لا كيف أنا مثلا ندير رز بالخلطة بزيت الزيتون، لا حيعطيك نتيجة رائعة جدا. وأيضا أنت غير جربي، يعني هو سخن عندي الزيت والسمن. هنحط بهاراتي المصحة اللي هي هناخد عود من القرفة، ونحط 4 ورق من الغار، نحط حوالي تقريبا 5 حبات من المستكة العربية، نحط عودين من المسمار ما نكتروش لأن يمرر الأكل ويخليه طعمه مر، ما نبوش شيء. طبعا في نسبة وتناسب في البهارات. هنحط شوية من الشيبة ما نكتروش منها لأنها تخلي طعم أسود. وعندي شوش الورد هنحط منها حوالي 4، وعندي قطعتين من الزنجبيل، عندنا قطعتين من الخولنجان اللي هو عود اللحم، وفي عندي الكباب الصيني هنحط منه 2، هنحط 4 حبات من الحبهان. أنا هنخلي ريحة البهارات تطلع باش تحصل على النكهة للرز، تطلع عندي نكهة البهارات. بعدين حنضيف البصل. عندي البصل سواء كان أحمر أو أبيض، دائما الأبيض بس أنا مفضلة لأنه هو للطبخ، والأحمر للسلطات. أنا حنضيف البصل، والبصل ممكن قطعوه راس عشوائي يعني. أنا عندي الطماطم الأخضر، مش هناخده كله يعني نتيجة للهدر في الطعام ما نبوشي، فناخد اللي هو قشور الطماطم. هنقشر طماطمة وناخد منها القشور، وباقي الطماطم حنستفيد منها في السلطة. أو ممكن لو مثلا تبي تبشري الطماطم
تبشريه وتاخذي القشرة تحطيها في المرقات. يعني هذا الاقتصاد في من ربة البيت في منزلها. هنكتفي بالقشرة بس، ما نكترش الطماطم لين يخلي لونها أحمر. هنحط قشور طماطم، تو بنملح المقادير متاعي لأن لا في لحوم حمراء ولا توجد فيها لحوم دجاج. حتى الدجاج نملحها من الأول، لكن اللحوم الحمراء نملحها بعد مرور حوالي 20 دقيقة. هنحط حوالي ملعقة صغيرة من الملح، وبنضيف المية الساخنة على اللي هو المقدار نتاع اللي في الطنجرة. بسم الله. نضيف حوالي تقريبا 4 كبايات من المية، لأن ما فيش لحوم غير نبي بس البهارات يطبخن وياخذن النكهة من بعضها. أنا حنغطي على الطنجرة ونخليها تطبخ. نعلي شوية على النار توا تطبخ الطنجرة، وبعد ما تطبخ المرقة متاعي مرور 10 دقايق حنصفيها إن شاء الله ونجي نحط الرز. بين ما طنجرتنا على النار تطبخ المرقة حنقلي اللي هو الزيت متاعنا. حنحط الطاوة على النار ونخليها تسخن شوية ونضيف الزيت متاعي وحنقلي المكسرات. بالنسبة للمكسرات هناخد اللوز المزلط، أو ممكن ربة البيت تاخد لوز بكشورة وتحطها في مية ساخنة أو تفور عليه المية وتزلطه، أو اللي موجود في الأسواق توا اللي هو المزلط. بس عندي ملاحظة إن الوحدة لما تبي مثلا تشتري اللوز ضروري تفرزيه من الأول، تنقيه، لأن فيه نقرات يبدأ فيه نسوس أو أي حشرة نستبعدوها، ونغسلوه كويس بالمية ونصفوه لوجود الغبار والتراب، فالواحد يكون في السليم يعني. أنا عندي الطاوة حنخليها تسخن شوية وحنضيف عليها الزيت لقلي اللوز. ممكن إضافة المكسرات الأخرى، هو ممكن نضيفوا الفستق، ممكن فيه ناس تحب الكاج وحتى تقليه، هذين كلهن حسب رغبة ربات البيوت. هنحط كمية من الزيت باش نقلي فيها اللي هو اللوز، تقريبا حوالي كباية من الزيت. خليه يسخن شوية وبعدين نحط اللوز متاعي. توا نحل نعرو على الطنجرة بعد ما طبخت ونذوقوا الملح متاعنا. تذوق ضروري منه. بسم الله. حنزيدها شوية ملح. أنا عندي الزيت خلاص. هنحط اللوز متاعي. هتقلبي اللوز طبعا من وقت للآخر باش ما ينحرقش عنك. واللوز لما نبي نطلعه يكون لونه ذهبي، ما نطلعوش لونه غامق، لأن الحرارة حتخليه يطيب من جديد. حيعطيني اللون الغامق شوية. أنا عندي اللوز خدا اللون الذهبي، هنرفعه من على النار نحطه على مناديل ورقية أو في الصفاية. خلوش يتحمر واجد باش ما يبداش لونه أسود. الزيت اللي هنا طبعا نستفيد منه، ممكن نقلي فيه بطاطا أو نقلي فيه باذنجان، يعني القلي يكون فيه ترتيب. يعني في البداية لو عندي مكسرات نقلي المكسرات هنا الأولاد، وبعدين حنقلي البطاطا. ونعطي نصيحة على القلي، لما نبي نقلي الطاجين بتاعي يكون واسع وما نزحمش اللي هو المواد، لأن الزيت يكون ساخن وتدخل عليه المادة بكثرة حتبرده. بس ننصح ربات البيوت في أثناء القلي خلنش العويلة حداهن، لأن العويلة في المطبخ في القلي يعني أشياء خطيرة، هذين الواحد يحاول يبعد عليها. تو نشوف المرقة متاعنا. أنا حناخذ المرقة متاعي ونصفيها وبعدين أرده من جديد إن شاء الله.
عندي هنا مقادير الشاورما. خديت صدرين دجاج قطعتهم بالشكل هذا. وديما نصيحة لما نمس اللحوم أو نمسك اللحوم بيدي ضروري نغسل يدي تفاديا للبكتيريا السالمونيلا في اللحوم البيضاء والحمراء وأيضا في البيض. هذه نصائح. تو نجول باقي المقادير. عندي هنا رص بصل كبير قطعته جوانح، حطه على الدجاج. الدجاج متاعي مغسول ومنظف، وحطيت عليه ملعقتين كبار من الخل الأبيض، أو حتى ممكن تحطوا خل تفاح. عندي البهارات، حناخد ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المطحون، واللي ما يبيش الحار يستبعده. عندي ملعقة حتى هي كبيرة من البابريكا، ممكن تكون دخنة أو عادية، أو ممكن حتى تستغنوا عليها. عندي 3 فصوص من الثوم حتى هنا حطهن مطحونات ناعم. في عندي هنا بودرة ثوم تقريبا حوالي ملعقة كبيرة، وعندي فلفل أكحل، وعندي شوية من بهارات الدجاج اللي هو تقريبا حوالي ملعقة صغيرة مليانة من بهارات الدجاج. عندي هنا بودرة بصل حتى هي ملعقة كبيرة، عندي ملعقتين كبار من الزبادي الصادة. نحط عليهن حوالي تقريبا من 3 إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون، وممكن تستبديها بالزيت النباتي. هذه الشاورما المنزلية. طبعا الشاورما لها عدة طرق، بس نحن الشاورما حنديروها في طنجرة أو في طاوة. تو تشوفوا اللي هو الوصفة متاعها. عندي هنا الملح حوالي تقريبا هناخده ملعقة صغيرة من الملح، وبعدين نضبط كمية الملح بالمذاق. في اللي يحب يضيف مثلا مبشور الليمون أو مبشور البرتقال، هذين كلهم حسب الرغبة، بس أنا حنكتفي بالخل لأنه من نوع الحمضيات، وأيضا يشيل الزفرة من الدجاج. هنخلط المقادير كلها مع بعضهن. هنضيفوا هنا ملعقة كبيرة من دبس الرمان. معلش نخلطه بيدنا، وبعدين حنغسل يدينا من الدجاج. أو ممكن اللي ما يحبش دبس الرمان ممكن نضيفوا ملعقة كبيرة من الصويا صوص، حتى هي تعطيها نكهة جميلة جدا. التتبيلة هذه تكون قبلها بوقت تقريبا حوالي حتى من اليوم اللي قبله، ونحطوها في الثلاجة، نغطوها ونحطوها في الثلاجة تاخذ من كل النكهات. وطبعا احنا في شهر رمضان ممكن نكتر شوية الشاورما، حتى لو مثلا جانا ضيف فجأة نديروا منها سندوتشات لضيوفنا. أنا عندنا الشاورما متاعي كلها خلطتها، هنحطها في طنجرة على النار، بس نغسل يدي بعدين نحطوا شاورمتنا على النار. أنا هنا الطاجين حطيته على النار، نجي نحط الشاورما في الطاوة أو في الطاجين. بسم الله. بداية تكون نار عالية باش نفكك اللحم ما يلصقش في بعضها. هذين ديما من النصائح اللي نعطي فيهن، ان النار تكون عالية في البداية باش تفكك اللحوم. نقلبوا في شاورمتنا باش تاخذ كلها من بعضها وما تلدحش النار، والنار متاعي تكون متوسطة. طبعا انا الشاورما هنا ما ضفت لهاش اللي هو الفلفل الرومي الالوان، لان الفلفل الرومي ينضاف للفاهيتا، لكن الشاورما بصل بس. هذه طريقة اللي هي الطريقة المنزلية. ممكن في انواع اخرى من الشاورما اللي يشوحها تشويح، لكن هذه الطريقه لذيذه جدا وحتجربوها وتعتمدوها في بيوتكم. قلبوها يعني بعد 10 دقائق اخرى حنعاود ونقلبوها من جديد ان شاء الله باذن الله. عودناكم من جديد. هنا طابت عندي الشاورما، وانا استخدمت اللي هو الاواني ستيل من زكريا هوم، والشاورما عندي بالشكل هذا ما لصقتش. هذا هو ستيل الاصلي موجود عند زكريا هوم. أنا حنجول الرز عندي مرقة الرز بخت وضبطت كمية الملح. حنحط الرز عندي غسلته غسيل الحبة. حناخد اللي هو الرز نحطه على المرقة وهي تطبخ. بسم الله. هنا حركت الرز، ما نكتروش تحريك الرز
نخلوا النار عالية يعني نطبخ اللي هو المرقة متاع الرز، وبعدين لما تطبخ المرقة نهدي عليها النار. نغطي الطنجرة متاعنا ونخلوه يطبخ اللي هو الرز متاعنا. رجعنا لكم على السلطة. اليوم حناخدوا سلطة غنية، هي عبارة عن جرجير، عبارة عن الشمندر اللي هو البنجر، وعندي ليمون قطعتها مكعبات، وفيه خيار حتى بعد ما غسلته قطعته، وعندي حبة من البصل الأحمر. دائما البصل الأحمر يمشي مع السلطة لذيذ جدا. وعندي الطماطم اللي بدري خديت منها القشرة حنستغلها في السلطة. تو نقطع الجرجير. الجرجير طبعا غسلته قبل وخليته طبعا الصفة شوية، وبعدين حنقطعه. دائما الورقيات ما نقطعهنش قبل ما نغسلهن، بعد ما نغسلهن نقطعهن. يوجد الأتربة وأيضا في بكتيريا، فلذلك الواحد يغسل الورقيات قبل، سواء الكسبر ولا المعدنوس ولا الشبت ولا السلطة ولا أي نوع من الورقيات يغسل قبل. السلطة هذه ممكن نخلوا حتى البنيات يدخلن المطبخ ويدير لنا السلطة سهلة وبسيطة وندربهن على دخول المطبخ. ربط الجرجير، هناخد حبة من الطماطم حتى نقرضها، يقطعها مكعبات. السلطة هذه تمشي مع المشويات سواء كان دجاج أو لحوم، خاصة للشباب اللي يزردوا ياخدوها معاهم يجهزوها يشيلوها، أو حتى في البيت سواء كان في عيد الأضحى أو في المناسبات. الواحد لذيذة جدا ولطيفة في نفس الوقت. السلطة غنية متكونة من مجموعة من الفيتامينات. عندي الطماطم يحتوي على فيتامين سي، وعندي اللي هو الجرجير يحتوي على فيتامين اي. يعني ديما الخضروات شديدة الإخضرار والإصفرار تحتوي على فيتامين اي. مثلا الجزر، عندي أي شيء أخضر وأصفر يحتوي على فيتامين اي. هنحط الطماطم هنا، عندي هنا البنجر، وفي الدول الأخرى يقولها الشمندر، حتى وقطعتها مكعبات ناخذ منها جزء. قطعت الخيار حتى ومكعبات صغيرة بعد ما غسلتها هنحط منها. وإضافة الليمون هذه تعطي إضافة جميلة جدا للسلطة. حنضيف الليمون، مكعبات الليمون للسلطة. وهنا حنضيفه اللي هو البصل اللي قطعتها بعد ما غسلتها، قطعتها البصل اللي لونه أحمر. بعدين كلهم طبعا حسب رغبات رب البيوت. ممكن نضيفوا معها زيتون، نضيفوا معها مثلا شوي من المكسرات، حتكون سلطة غنية. عندي الليمون هنا ممكن القشرة بعد ما نقشرها نستغل منها، ممكن نجففها في المجففات اللي هن الفواكه أو للخضروات، تعطيني نكهة في الكيك ونكهة في الطبخ. هنا السلطة حنخلطوها ونرجعوا من جديد. تونا بنقلب الرز متاعنا، حطيناه على نار هادية ونقلبوه، ما نكترولش التقليب. ياخذ تقريبا حوالي من 10 ل 15 دقيقة، وبعدين حطيب ونطفوا عليه. تو نجول الشاورما. الشاورما هنا عندي طابت، هنقلبها، هنحط لها الفحمة. أنا حناخذ شوية من السمن، ممكن هنا كشور البصل نستفيدوا منه حتى أنا ما نطوحونش، نديروهن بدل الجزيرة نحط كشور البصل ونحطوا فيهن اللي هي الجمرة. أنا حناخذ الفحم. عملية التدخين اللي هي عملية تكون بالجمرة في الطنجرة تاع الشاورما. حنحط عليها سمن حيواني أو ممكن قطرات من الزيت. هنا حنحكم الإغلاق متاع الطنجرة عليها باش ما يطلعش الدخان. طبعا طنجر زكريا هوم اللي هو الكركماز محكمات الإغلاق، مش مستحقات حتى جزير باش ما يطلعش منهن الدخان. هنا حنقلب السلطة متاعنا، مش مستحقين نحطوا لها ملح لأن حطينا كمية كبيرة من الليمون. ممكن نضيفوا لها شوية زيت زيتون، هذا حسب الرغبة. واللي بيها ناشفة خضروات بس يخليها بدون دهون، هذه حسب الرغبة حتى. هنا عندي الزبيب حتى هو حنضيف له اللي هو مية الزهر. إذا كان مثلا كمية الرز عندي شوية يعني تسد تقريبا حوالي لعند 20 شخص، مش حنقلي الزبيب. ولكن إذا كانت مثلا عندي مناسبة نقلي الزبيب، ولكن إذا كانت مثلا البيت أو مناسبة بسيطة حنحطه مية زهر. والسبب لأن الزبيب لو حطينا عليه مية زهر وقعد فترة طويلة طبعا حينتفخ ويدخل في عملية اللي هو الاختمار، نحن ما نبوش. لكن في المناسبة الكبيرة حنقلوه قليل باش يبدأ عندنا أكبر أو أطول فترة. هنا حنقلبوا السلطة متاعتنا باش نقدموها. نمشي نشوف الشاورما.
الشاورما بتاعنا بعد ما دخلناها. نسيت نقول لكم ان زكريا هوم مقدم جوائز، وسؤال حلقة اليوم ليش نغسله في الرز او ليش غسلنا الرز. هنا حنعصد التمر، عندي التمر، خديت التمر اللي هو المعجون، حنحطه على النار ونضيف له ملعقة كبيرة من السمن الحيواني. مثلا الواحد يبي زبدة او بيعصده بزيت الزيتون، هذه حسب الرغبة، لكن السمن الحيواني حيعطيه نكهة. أنا عصدت التمر وكملته، خلاص نبي نجمع الطبق إن شاء الله بإذن الله. أنا عندي الشاورما هنقلب عليها. شوفوا الطواجين وشوفوا الأواني بتاعت ستيل ما لصق فين شيء، هذا دليل على أن ستيل الأصلي. أنا الرز هندير له سمن، هناخد شوية من مية الزهر بتاع الزبيب نحطها على السمن ونحطها على الرز. نقلب ونبدأ نجمع الطبق متاعي. هناخد الصحن ونحط فيه مكسرات، ممكن نحطوا مكسرات قبل وممكن نحطوا الشاورما قبل، هذه حسب الرغبة. أنا هنحط مكسرات في البداية. الصحن هنحط شوية من الزبيب، وبعدين هنحط طبقة من الشاورما. نخلوكم كريمين، كتروا الشاورما شوية. تو نجول الرز. كريمين بس في البيوت يعني، لكن أنا مرات في ملاحظة في صلاة المناسبات يعني يكون الرز أقل. ليش؟ لأن فيه عدة وجبات مع الرز اللي هي الموالح والسلطات، فالمعازيم ما تكتروش عليهم بالشكل هذا. هنكبس الرز باش يطلع عندي، أو ممكن نحطها كلها في صينية واحدة ونرش المكسرات والشاورما ونقدمها مثلا للعائلة مع بعض. وهذه طبعا فكرة اللي هو الصحن الفردي. الصحن بالشكل هذا، نقلب الصحن بتاعي. يطلع عندي الرز بالشاورما بالشكل. نحط شوية زبيب من فوق، إضافة شوية مكسرات. أو ممكن في طريقة أخرى، أنا نسيت إني نحط اللي هو جبنة الشرائح، ممكن نحطوا شريحة جبنة لوطة ونقلب عليها الرز، حتى هي لذيذة جدا ورائعة جدا ولطيفة في نفس الوقت. أنا معها السلطة بتاعتنا. هنجهزوا التمر، خاصة رمضان في فصل الشتاء محتاج للوجبات اللي هي الساخنة والدسمة. التمر هذا طبعا فيه السكر الطبيعي. هنحط التمر وحسب الرغبة، ممكن نديروه على شكل دوائر أو نديروه في فورمة قوالب، أو ممكن طبعا تزينوه كيف ما تبوا أنتم. ممكن نحطوه حتى في صحن على شكل العصيدة ونزينوه بالمكسرات. أنا حنزينه في صحون الخشب الزيتون، يعني المفروض نرجعوا للطبيعة. هذا طبعا في الإفطار وقت أذان المغرب مع طاسة من اللبن أو الحليب، هيمدك بالطاقة والنشاط. ممكن نخلوا البنيات هنا يخشن يزينا، ممكن فستق، ممكن كاجو، ممكن البندق، أو ممكن حتى نعبيه كله لوز باش حتى اللي ياخذ باللوز بالكلين. نقدموه مع بسيسة. أنا عندي البسيسة هكي بودرة، ممكن تاخذي وتغمسي في البسيسة وتاكلي، أو ممكن تكون البسيسة هنا عندي خلطتها بزيت الزيتون ناكلها بملعقة، أو حتى التمر نغمسها في البسيسة اللي هي بزيت الزيتون ويأكل. نجهزوا سندوتش الشاورما. أنا عندي التورتية، لكن ممكن ربة البيت تحضر الفطيرة في بيتها. هناخدوا ملعقة من الهريستنا الليبية نحطوها على سطح الفطيرة. والناس المثل اللي ما تحبش الهريسة لو في أطفال ممكن نشيلوها نستبعدوها. أنا عندي جبنة شرائح هنحطها، ممكن أي نوع من الجبنة أنت ترغبيها، موتزاريلا، أي نوع من الجبنة، ممكن تكتري الأجبان. هنجيبوا الشاورما، نحطوا الشاورما في الفطيرة. أنا حلف عندي الفطيرة متاعي، وحنحط الفطيرة في الجريل الشواية اللي هو من زكريا هوم ماركة كركماس. هذه وصفتنا اليوم اللي هي عبارة كانت عن رز بالمكسرات والشاورمة الدجاج. الرز درته بدون لحم ونكهته ببهارات الرز، وعندي الشاورمة الدجاج حتى استفدنا منها
درنا منها فطيرة لشاورمة الدجاج. عندي سلطة الغنية حتى هي اللي هي عبارة عن الجرجير ومجموعة من الخضروات، ممكن تاكلوها مع الشاورما حتى هي. عندنا هنا اللي هو التمر المعصد، معها البسيسة ممكن تغمسيها، وأنا البسيسة درتها بزيت الزيتون، ومع التمر حنحطوا اللي هو كباية اللبن. حتكون وجبة متكاملة. كانت معكم الشيف سلمى الكرغلي برعاية زكريا هوم. إن شاء الله نتلاقوا في حلقة جديدة بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله.